السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كيما كتشوفوا اليوم جبت لكم موديل تاع كات كرايس، موديل جديد. كوم على بالكم كات كرايس راهو توندونس، بصح هو فيه بليزيور موديل. عليها حبيت ندير لكم هذا المكياج اللي يتناسب مع خطوبه، يتناسب مع مهيبه، يتناسب حتى في الاعياد اذا كنتي حابه تباني زعما في ان ستيل بزاف شباب واليغونت. دو توت فاصون الحاجه الاولى اللي نبداو بها، عندكم نروحو نديرو الكونسيلور باش نثبتو المكياج تاعنا. كي نديروه لازم دايما كيما قلت لكم تخلوا اسباس ما بين الكونسيلر والحاجب باش كي تبداو تدمجوا فيه ما يجيكمش ليكسي هذاك وما يخسرلكمش الخدمه ديال الحاجب. ومن بعد هذيك نجيب ان بيوتي بلندر يكون صغير، محبذا لو كان صغير باش علاش يساعدكم في الخدمه ويخرج لكم خدمه نقيه. تبداو توزعوا في الكونسيلر تاعكم. une fois توزعوه مليح تروحوا تجيبوا لا بودغ ليبر. هنايا لا بودغ ليبر انايا راني نحيت ليكسي هذاك. دائما كي ترفدوها تروحوا تنحوا ليكسي، ومن بعداتك تعاودوا توزعوا لا بودغ ليبر هذيك بطبطبات. راني وليت لكم كيفاش ديروا الطبطبات هذوك. تخدموها كامل مليح ومن بعداتيك تروحوا تكملوا لو ماكياج تاعكم على حساب نتوما واش حبيتوا. هاي ليك هنايا طبطبات كيفاش يكونوا. وتانيك حاجه واحده اخرى لازم تاخدوها بعين الاعتبار انه يدكم تكون خفيفه على لا كليونت، باش برومييرمون ما توجعوهاش وما تعذبوهاش، ودوزيامون باش الخدمه تاعكم تخرج نقيه وتخرج شابه. شغل الماكياج هذاك يكون بيان، باسكو قد ما تضغطي بزاف قد ما راح تبلحطي ولا تطبي الخدمه ديالك. ومن بعد رحت جبت لون انتقالي. هنايا أنا خيّرت بين لونين فاتحين من اللون الوردي، مي كنتو قادرين زعما ديك اللي ما عندهاش une palette كيما تاعي تقدر تخيّر لون واحد من الوردي الفاتح، كيما تقدروا تخيّروا ألوان وحدوخرى على حساب نتوما واش حبيتو. ولكن أنا راني ندير لكم باش تشوفوا التناغم ولا الانسجام تاع الألوان هاذوما. بعد ما خيّرت هذاك اللون الفاتح رحت دمجته مليح لمنتصف العين فقط. ومن بعد عاود خيّرت une couleur تاع وردي غامق عفوًا، يكون رايح للبنفسجي. بديت ندمج فيه، وكيما قُلت لكم تانيك في الدورات ولا في الدروس السابقة، بالنسبة للألوان كي تجو ترفدوها ما ترفدوش une quantité كبيرة على ضربة. رفدوا بالعقل، حطوا اللون تاعكم وبداو تزيدوا حتى تلحقوا للنتيجة اللي نتوما راكم حابينها. باسكو لو كان تروحي ترفدي quantité كبيرة على ضربة وتحطيها، راح premièrement ما تحصليش على النتيجة اللي كي حابتها، deuxièmement يقدر يخرج لِك كتر من واش راكي حابة وتحصلي باش تنحّيه. وعليها أصلًا يفضّل إنه تبداي بquantité صغيرة، وتانيك في الدمج يعاونِك كتر كي ترفدي بquantité صغيرة. دونك فوالا بعد ما كملنا دمجنا عفوًا اللون هذاك، رُحت جبت le concealer نفس الconcealer اللي حطيته في la base ديالي، وجبت un pinceau biseauté اللي يكون معوّج. هذا le pinceau يعاونكم بزاف في الرسم تاع الكات كرايس تاعكم. وبديت نرسم الكات كرايس تاعي. ودايما حتى كي تجو ترسموا الكات كرايس ولا تجو ترفدوا الكونسيلر باش ديروا الرسمه ديالكم، حاولوا انه تاخدوا بشويه وتزيد ترسموا وتشوفوا وتميزوا باش يخرجوا لكم العينين متناسقين ويخرجوا كيف كيف. أنا هنايا يمكن أحيانًا تكون كاينة une petite différence باسكو ما رانيش على يدي على جال الكاميرا، مي نتوما كي تكونوا تماكيو روحكم ولا تماكيو لune cliente ولا، خدوا هاد الأمر بعين الاعتبار. يعني تقدروا تقولوا لها دوري وجهك، عفوًا، تقدروا تقولوا لها دوري وجهك، ولا تقدروا مثلًا نتوما تبدلوا la position تاعكم، تروحوا تقربوا كتر تشوفوا الوجه الجهة التانية كيفاش راهي et tout باش تخرجوا هذاك الماكياج تاعكم متناسق. بعد ما كمّلنا رسمنا الكات كرايس تاعنا، نروحو نحكمو الزاوية الخارجية ديال العين. نعاود ناخد اللونين اللي درتهم الانتقاليين، ولا قُلت لكم إذا كنتم درتو لون واحد تاخدو غير اللون هذاك اللي درتوه كلون انتقالي، ونحطو في الزاوية الخارجية بخط مائل، ونبدا ندمج فيه، ونعاود نزيد إذا خصني ونزيد ندمج. داكوغ، إن شاء الله تكونوا راكم حتى لهنا راكم متابعين مليح وراكم فاهمين واش راني نقول لكم. وأنا حاولت ندير لكم بأدق كيما يقولوا التفاصيل، ما حبيتش نقطع لي فيديو باش هكايا تستفادوا، وميم نتوما كي تروحوا تعاودوا المكياج هدايا ينجح لكم وتجيبوه من الخطرة الأولى. دونك بعد ما كملت ودمجت اللون الانتقالي تاعي، نروح نعاود نحط فوقه اللون الغامق اللي درته، الوردي الغامق هذاك اللي خيرته أنايا، وبديت ندمج فيه، ونحاول ندمج بين اللونين باش تخرج لي النتيجة شغل شابة.
وهنايا راكم تشوفوا الدمج تاعي راهو على طريقة دوائر. هاد الدوائر نقعد نديهم ونجيبهم دوائر صغيرة. وأنايا ديريكتومون خدمت ببانسو اللي يكون منفوش. تقدروا كي تجو تحطوا اللون تاعكم تخيروا بانسو ما يكونش منفوش، تخيروا فرشاة مضغوطة، ولكن أنا ما حبيتش نكتر عليكم لي بانسو، عليها راكم تشوفوا نسيي نخدم لكم بلي ميم بانسو باش نتوما كمبتدئات ولا ما تروحوش تشروا عدد كبير من لي بانسو وتكتروا المصاريف على روحكم. دونك هنايا بعد ما كمّلنا، أنا عاود جِبت لون اللي يكون لون فاتح جدًا، تقدروا تخيّروه كيما اللي خيّرته أنايا وردي فاتح جدًا، 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 كيما تقدروا تخيّروه يكون لون البشرة، هنا على حساب الglitter اللي رايحين تحطوه فوقه، أو اللون اللامع اللي رايحين تحطوه. أنا بما إنه اللون النامع اللي كنت حنحطه كان في الأبيض، ألوغ حبيت نحط لون وردي فاتح جدًا باش كي نحط فوقه الأبيض هذاك يعطيه انعكاس شباب، و en même temps يبان هذاك الأبيض تاعي فيه كي شغل هاكا كي نقعد نبوجي فيه يجي le brillant تاعو هذاك شباب. بعد ما كملت حطيت la base ديالي اللي هي كان اللون الوردي الفاتح جدًا، رُحت جبت لصقة تاع الglitter، استعملت اللصقة تاع NYX وبديت خديت كمية قليلة حطيتها في يدي، وبديت نابليكيها على الجفن المتحرك وحتى لوين حددت الرسمة ديالي. دونك هنا تاني حاجة حبيت نقولها لكم، كي تجو تحطوا لي برودوي سواء كانت لصقة، سواء كان مثلًا eyeliner، سواء كان دايمًا كي تخدموا بهادوما ولا بالمواد الكريمية يُفضّل تحطوا على يدكم ومن بعد باش تحطوا على وجه لا كليونت باش ترفدوا لا كونتيتي اللي تسحقوها، وميم طون خطرات لازم نسخنوا البرودوي تاعنا في يدنا باش يجينا سائل أكتر يعني. ومن بعد هنا راني وريت لكم لي بايات اللي استخدمتهم أنايا. هاد لي بايات تاع نور بيوتي، لا مارك هادية راهي une مارك ألجيريان، une مارك رخيصة، d'ailleurs هادي ييجو فيها 3 couleurs، شريتها normalement 35 000 ولا، وعلى حساب كل واحد شحال يبيعها de toute façon ما ديباسيش 50,000. مي ننصحكم بها كمبتدئات، لأن أنا وحدة استعملتها وسيتها شحال من خطرة والحمد لله ما حشمتنيش، عطاتني de très beaux résultats. دونك راكم تشوفوا هنايا بعد ما كملنا le maquillage درت اللاينر تاعي، بلاصيت les faux cils وهاكا نكونوا كملنا المكياج تاع اليوم. de toute façon إن شاء الله يكون عجبكم، إلا كانت عندكم أسئلة ما تنساوش تخلوا لي دي كومونتير ولا دي موديل راكم حابين تتعلموهم كيف قولوا لي، وبإذن الله راح نديرهم لكم كامل. وما تنساوش تابونيو لاشين إذا كنتو مازال ما أبونيتوش، وشوفوا الدورة كامل باش هكذايا تتعلموا مليح. وإلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.